السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد انتوا شايفين ده ايه وعرفتوه ايه. كل سنة وانتوا طيبين، ربنا يخليكم ليا. شوفوا قلبه من جوه وهو وطريقته وسواه. عايزة اقول لكم ولا اجمل ولا اروع. اللهم بارك، اصلح ما بين ايديكم، وحشني كتير. على راسي من فوق عيلتي واخواتي، ربنا ما يحرمني منكم ابدا. اخواتي الجداد على راسي، واللي معايا على طول على راسي كلكم. وعايزة اقول لكم انتوا احلى حاجة في حياتي حصلت لي والله العظيم. هشوفوا بقى سندوتشات بالبيض، بقى سندوتشات بالبصل والطماطم، سندوتشات سادة كده. بصي والله ما مكلف خالص، بسيط وسهل جدا، وحاجة كده تعتبر ببلاش. شوفي انت بتشتريه من بره، انا عمري ما باكله من بره، عمري. كل المصنعات اللي بتتعمل بره دي والله اقسم بالله، حتى الكاتشب اللي انا بحطه ده انا بعمله في البيت. انا مبدئيا كده عندي يعني ايه، اعتقاد في دماغي من زمن ومن سنين، الحاجة اللي تعملها من ايديكي احسن حاجة. الف هنا وشفا على قلوبكم. شوفوا بقى جرجير، حطي زيتون، حطي بقى، بيبقى حاجه. طبعا انا كنت العيش ده كنا مقطعينه وعاملين حواوشي يعني، واخدين بالكم، فحطيتها على طول كده. واخدين بالكم، حطيه بقى في يعني الرغيف، دخليه في بعضه. تمام، اللي هو شغل المصريين بقى اللي احنا بنحبه ده. واخدين بالكم لو كنتوا معايا لحد هنا اكتبوا لي هو ده ايه. يعني اللي يكتب لي لحد هنا، انتوا مع ام محمود، وتحط اللايك وشير سبسكرايب، تضغطي على كلمة الاشتراك. اشتركت عند ام محمود، منوريني ومشرفيني ومكتريني. واخدين بالكم، معانا يجي 4 5 فصوص توم، هنحطهم في كيس التلاجة اللي هو كيس الفول اصلا. واخدين بالكم، وادقهم بنبط الدقوم باي حاجه عندك كده في قلب الكيس، او في الهون عادي مفيش مشكله. واخدين، انا بحب الحاجه يعني الواحد يدقها في ساعتها تبقى فريش. اه، والواحد عنده في الفريزر وكل حاجه. بس حط اللايك، حط اللايك، ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم ابدا. عملنا بمقدار ايه، معلقه. معانا فلفل هنا، انا اللي معايا فلفل مش حار، لا فلفل حلو. تمام كده، هنبطنا بنفس المبط زي ما دقنا الايه، التوم. اللهم بارك كده. والله عايز اقول لكم يا جماعه، ساعتها عملناه بالبيض، بس يعني الواحد بقى كان ارهق. واخدين بالكم، بعد ما قفلت الفيديو عملنا بالبيض واتغدينا منه. عايز اقول لكم كان ولا اجمل ولا اروع. هنا التوم معانا، معايا هنا قد ايه، لحمه، فراخ اقصد. انا هنا خليها يا جماعه، ما كانش عندي بانيه. يعني لو انت عندك بانيه اشتغل عليه. خليت ورك على صدر، ورك على صدر. عملوا معايا بتاع حوالي نص كيلو. يبقى ده اللي احنا اهو. شو بقول لكم ان انا خليه العظم بتاعه هو والله. واخدين بالكم، امانه رب العالمين في الشغل، المصداقيه في الشغل. عشان اللي يعمل من ورانا اي وصفه يبقى يقول ايه، جزاهم الله خير. هنا هنعمل ايه، حطيته في قلب كل حاجه حطيتها في قلب الكبه. ولو انت ما عندكيش كبه، وبطين 2. والبهارات هنا 11 بهار، فلفل اسمر، بابريكا، واخده بالك، كزبره، معلقه بيكنج باودر صغيره. كل حاجه معلقه صغيره، معلقه صغيره ممسوحه. تمام كده، وبطين 2 متوسطين حلوين يعني كده، ولاد ناس. ما عنديش كبه يا ام محمود، حط كل لو عندك المفرمه في قلب المفرمه، وفرميه في المفرمه. واخده بالك انت ازاي، واضربيه وايه، واضربيه. تمام كده، وبعد في الاخر خالص حط الايه، البيض زي ما ام محمود عملت كده. هنا يا جماعه طبعا ده مش لونه. هنا انا حطيت، جيت احط اللون لقيته لون وردي، فجبت عندي اللون البودر اللي هو الصحي بردك الغذائي. حطيت شويه صغيرين خالص على طرف المعلقه. وصل معايا للمرحله دي، زي السوسيز اللي احنا بنجيبه من بره بالظبط، او الهوت دوج، سوسيز او هوت دوج. تمام كده، وحطينا بقى كله، ولا اسهل ولا اروع من كده. وحطيت عليه معلقتين 3 زيت. تمام، معلقتين 3 زيت. ورحنا بقى مقلبينه، دخلناه في ايه، في بعضه عشان يتجانس. تمام كده، ولا اسهل ولا اروع، ولا يستاهل ان انت تشتريه. شوفي بنص كيلو فراخ انا خليتهم، مش عايزه تخلي زي ام محمود، يبقى ايه، اشتري نص كيلو بانيه واشتغل عليه. والله في كل حاجة، غدا عشاء فطار، هو خدامك. بسم الله ما شاء الله، رمى رمى. نسيت اقول لك ان انت هتحطي 3 معالق او 4 معالق ممسوحين نشا. لازم يا جماعة النشا، تمام، ضروري النشا، عشان النشا اللي بيديك المطة اللي انت شفتيها دي. يبقى معانا النشا
وبطين اتنين دول اساسيين، اتنين بيضة، حبتين بيض، تمام كده. هنا بقى يا جماعة عوزت البلانشة زيت، وعوزت الكيس بتاع التلاجة زيت، واعمل بايدي او اعمل بظهر سكينة، اعملي زي ما يعجبك، ان شاء الله تبرمهم ايدك برضه، من ايدك هيبقى احلى حاجة. تسلم ايديكوا وعينيكوا ما تحرمش منكوا. ايوه، او تشد زي ما انا ام محمود عملت كده اهو. اعمل، شوفوا تخن ايه، والله العظيم يا جماعة والله ما كش، والله ما كش. شفتوا بقى، بحلف لكم. هنا دهنت صينيه ورصيته في الصينيه، واخدين بالكم، ولفيته بستريتش وبيته لتاني يوم. ما كانش عندي استعداد بقى اعمل، خلاص كنت عايز اقول لكم فصلت، اللي هو فصلت بمعنى كلمه فصلت. هنا جينا تاني يوم وهو في الاسترتش، لازم تلفيه في استرتش او كيس حراري. معانا ميه مغليه، واخدين بالكم، معانا ميه مغليه زي ما انتم شايفينها في الحله كده. لو حلتك كبيره وعندك البتاع اللي هو الحامل اللي في الميكروويف، هتحطيه في قلب الميه كده. هي الصينيه هتيجي على الحله من فوق زي الفل. انا صينيتي جت على الحله من فوق، ما احتجتش الايه، الحامل دوت، تمام كده. انا بوريكي دي وبوريكي دي. ما تنسيش الاربع معالق اللي هم بتوع الايه. هنا حطيتها، ورحت جايبه ايه فوطه، ورحت حطاها عليها، ورحت مغطياه، عشان بس ايه، الفوطه بردك تساعد على لو في بخار طلع منك عفوي يعني. وغطيته بالغطا بتاع الحله نفسها او صينيه او وات ايفر اللي انت تعمليه بقى، تمام. هياخد معاكي قد ايه يا ام محمود سوا؟ على حسب سمكه. انا بالظبط خد معايا ربع ساعه، بالظبط خد معايا اهو. شفتوا يا جماعه اهو، نزلته وسبته بس هدي شويه كده، ورحت شايله الاسترتش من عليه قدامكم، هتشوفوه دلوقتي. اللهم بارك، حاجه كده والله تتدرس، حاجه كده فاخر من الاخر. اللهم بارك، طعمنا ولا تحرمنا، وكرمنا ولا تهنا، وعزنا ولا تذلنا، ذلنا ليك وانكسرنا ليك، وجبر خاطرنا عليك يا رب. هنا شلت الاسترتش يا جماعه، واخدين بالكم. ام محمود، طيب اللي فضل انت شلتيه ازاي؟ انا هقول لكم. اللي فضل هتجيبي علبه شفافه او علبه تلاجة الموجود عندك، واحط كيس مفتوح من تحت، وارص واحطه في الفريزر، وقت ما عاوز اطلع. ده اللي انا ايه، احتفظت بالباقي. بقول لكم الفوطه اتحرقت مني، مش والله مش من فوق، لا، حطيتها بجنب، حد دخل عليا واتكلم وقال لي الريحه وايه الجمال ده، والله الفوطه اتحرقت مني ساعتها، والله بوريكم ان الفوطه اتحرقت. شوفوا شكله عامل ازاي، ولا خس ولا اي حاجه، بس ولا لزق ولا اي حاجه. تحفه تحفه والله العظيم، حاجه ولا اجمل ولا اروع. عملنا منه زي ما انتم شفتوا في اول الفيديو كده، ورحت شايله الايه الباقي. حلو، تجربة حلوة وجميلة. أنا كنت عندي يعني صراحة، أنا أول مرة أعمل السوسيز أو الهوت دوج، أول مرة أعمله. شلت كده الاستريش زي ما أنتم شايفين، بصوا شوف السوا بتاعه، شوف الطراوة. 4 معالق نشا يا جماعة ممسوحين، والبهارات اللي ربنا ميسرها لك، البهارات اللي ربنا يكش تحط عليها بهارات كفتة يعني اللي أنت عايزاه. بوريكم هنا تقطع ازاي، شفتوا بقى الجمال والحلاوة، شفتوا قلبه من جوه عامل ازاي. والله يا جماعة انا كنت يعني عندي انبهار، منبهرة جدا جدا، منبهرة لدرجة ان انا بقيت عايزة كل اللي داخل واللي خارج اقول له خد دوق خد دوق خد دوق. في الاخر خالص، انت ما دقتيش صح. اه والله انت ما دقتيش صح. كله ده ما عدا الاستاذة بتاعتي هي اللي ما دقتش، بنتكم. واخدين بالكم. هنا بقى شوفوا قطعيه ازاي، منظره كان تحفه بجد والله. ليه؟ لان احنا عملنا بعدها حواوشي وبتاع ومش عارف ايه، فما جاتش الفرصه ان الاستاذه ريم تاكل منه. اه والله العظيم، تمام.